تفاصيل كتيره جدا مع ضيفي الجميل مشرفني منورني في الاستوديو الاستاذ سيد علي باحث بالعلاقات العربيه والدوليه. اهلا بك يا فندم. اهلا ومرحبا. العلاقات المصريه الصوماليه نقول ايه؟ يعني لو قلنا هنتكلم العلاقات المصريه الصوماليه يعني اظن لا يكفينا الوقت. يعني هي علاقات يعني قديمه، كان فيه مدارس مصريه تقع في الصومال في عاصمه الصومال مثل مدرسه جمال عبد الناصر اللي هي دلوقتي موجوده وقريبه في قصر الرئاسي الصومالي. الله، يعني وعلى اسم السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لو رحنا في اماكن تقع في الشمال شمال الصومال ترى يعني النقش المصري القديم. يعني نقش كتابة الفراعنة القديمة ترى هناك، يعني لو سافرتها الله يعني ترى انه يوجد هناك يعني علاقة يعني قديمة منذ فترة من زمان. يعني العلاقة الصومالية المصرية يعني بقت أبقى يعني من الأول، يعني أقوى من الأول. فيوجد هناك تبادل ثقافي، تبادل تجاري، كل هذه يعني يوجد. حقيقة انه زي ما حضرتك قلت انه العلاقات بقت اقوى وبقت امتن وطول الوقت برغم مهما كانت الظروف قاسية على البلاد، لكن هنا بيبان قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين. نعم، بعد سقوط الحكومة الصومالية 1990 أكثر السفارات الصومالية يعني تأثرت، ما عدا السفارة الصومالية في مصر هنا كانت يعني تعمل جيدا، وكانت يعني تعمل كمثل السفارات الأخرى. يعني العلاقات المصرية يعني كانت قوية جدا. وفي آخر زيارة وهو زار الرئيس الصومالي هنا كانت يعني تقريبا قبل شهرين أو 3 شهور. ويعني كانت يوجد يعني اتفاقات يعني تتعلق عن التعليم، تتعلق عن يعني التعاون بين البلدين، كل هذه الاشياء. حقيقة احنا العلاقات مش بس سياسيه، اجتماعيه وصحه وتعليم وكل هذه الاشياء. ويوجد يعني اكثر الوفود الصوماليه بتجي هنا يعني زيارات يعني تابعه تدريبات بتاع السياسيين الصوماليين، يعني وزاره الخارجيه. وكانت اخر زياره البعثات التي بعثت المعهد الدبلوماسي الصومالي الى المعهد الدبلوماسي المصري. كان يوجد تقريبا 20 فرد صومالي بيتدربوا يعني هنا في المعهد الدبلوماسي المصري. اشكال التنوع الثقافي والتراثي في الصومال. اشكال التنوع التراثي في الصومال، يعني الشعب الصومالي يعني منقسمين الى الاقاليم. يعني لو يعني قصدك تتكلم عن التراث الثقافي الصومالي نفسه ولا التراث الثقافي الصومالي والمصري؟ لا، الصومالي نفسه. الصومالي. يعني لا يوجد هناك فرق يعني كبير جدا بين التنوع الثقافي هناك في الصومال. الصوماليين يعني معظمهم الثقافه بتاعتهم متقاربين جدا. المعظم من الصوماليين يعني لغتهم يعني اصلا لغه واحده. يوجد هناك فروق يعني ضئيله جدا بالنسبه الى اللغه. مثلا الشمال الصومال، الحد الذي مثلا اتى في شمال الصومال تفهم منه جاء من هناك بسبب يعني لهجته يعني مختلفة. لكنة بسيطة ولا لهجة كلها؟ مش لهجة كلها، بسيط يعني كلمات. النطق كلمات. زي سعيد لما يتكلم زي تفهم. عندنا الصعيد والقاهرة. والقاهرة يعني يوجد هناك فروق فشعة. ويوجد هناك لهجة ثانية أيضا. يعني اللغة الصومالية تنقسم يعني لهجتين. لهجة يسمى ماي والثاني اسمها محاتري. محاتري يعني محاتر وماي. أصدقاء كانوا بيكلموني إنه الصومال هناك عندهم مفهوم العيلة مختلف، يعني ما بيقتصرش على الأب والأم والإخوات لا كله بيسلم على بعضه وكله بيعرف بعضه، يعني طول ما أنت قاعد بتسلم بس. نعم، هناك افتكرت شيئا يعني باختلاف الثقافي بين الصومال ومصر. يعني مثلا عند الصوماليين مثلا يعني ممكن حد يتربى في بيت غير أبوه وأمه. يعني كيف؟ مثلا انا لي اب وام وهم عايشين في محافظه او يعني منطقه بعيده. ممكن انا اتي من هناك واعيش مع عمتي في بيتها. هنا في مصر اظن لا اعرف، لا يوجد في القاهره انا ما رايت. اما الاسر هم هكذا يعني. ومثلا هذا الولد هو يتيم، ممكن يعيش مع عمه في بيت عمه ويتربى ويتعلم. لا، حتى لو مفيش سبب لده، يعني حتى لو مفيش سبب انا عايزه انتقل اعيش مع عمتي باختياري عادي. ايوه، يعني الاب والام هيوافقوا عادي. لو ظروف هذه العيله تسامح تستطيع، لو حتى مش هتسامح ممكن تعيش مع ظروفهم عادي. ممكن افرض نفسي عليهم عادي تفرش معاهم وتعيش معاهم. جميل. يعني يوجد هناك يعني تماسك قوي. والاغاني والفلكلور الصومالي قريبين برضو من بعض. الاغاني يعني انا يعني لاحظت شيئا ما. الاغاني بالنسبه الى العود، يعني العود الصومالي هو قريب جدا بالنسبه الى العود او الاغاني النوبيه او الاسوانيه. يعني النوبيين. يعني لاحظت شيء ما انهم هناك يوجد يعني تقارب بينهم. اما الاغاني الثانيه لا، يعني هناك يوجد فرق شاسع جدا يعني بالنسبه الى الاغاني والالحان يعني بين مصر
والصومال يوجد هناك فرق كبير جدا. اما بالنسبه الى النوبه، لو تسمع اغنيه نوبيه قبل ما يتكلم او ينطق يعني تظن ان هذه موسيقى صومال. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ سيد علي باحث بالعلاقات العربيه الدوليه، وكل سنه وحضرتك طيب وكل اهلينا في الصومال الشقيقه طيبين. شكرا جدا واهلا وسهلا ومرحبا.